سر هاد لي بات كلهم كاينين في هاد الصلصة، هاد الصلصة خطيرة الدريات، شوفوا معايا التعليكة ديالها كتجي بحال فيها الكريمة على الرغم من أننا ما دايرين فيها لا كريمة لا والو، ولكن راها الصراحة بنينة. السلام عليكم يا أغلى متتبعين، مرحبا بكم من جديد في قناتكم، قناة الوصفات السهلة والسريعة، قناة مطبخ حياة الرداد. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وفي أفضل الظروف. فكرة اليوم ولا غديوة اليوم غادي تكون واحد الغديوة صيفية خفيفة سهلة وبسيطة والأهم لذيذة. غيكون الاساس ديالها لي بات وماشي اي لي بات، لي بات اللي ما غاديش نوجدوهم لا بصوص طوماط ولا حتى بالكريمه، غادي نوجدوهم بواحد الصوص بلونش خطيره بطريقه سهله وسريعه. في مقله وحده غادي طيبي كلشي، كتجي معلكه بنينه. واخا نبقى نهضر حتى الصباح، خاصك ضروري ما تجربيها باش تعرفي علاش كنهضر. غنطلب منكم واحد الطلب صغير قبل ما نبداو الفيديو، ما تنساونيش الزوينات من واحد اللايك كومونتير زوين فقط باش نتشجع نقدم لكم المزيد من هذه الوصفات السهله والسريعه والاهم اللي كتكون بنينه. بغيت نقدم ايضا واحد كلمه الشكر في حق المتتبعات اللي كيتبعوا في القناه، اللي كيتبعوني على القناه ديالي، شكرا لكم جزيلا. شكرا لكم ايضا على حسن المتابعه، وبلا ما نزيد نطول عليكم في الفيديو نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها غنسلقوا لي بات. انا استعملت هذه النوعيه ديال ليفيس، هنا عندي تقريبا واحد 500 غرام. غنوضعها في كاسرونه مع شويه الماء مغلي، واللي سبق ليا وضعت فيه 2 معالق كبار ديال الزيت وقبيصه ديال الملح باش ما تجينا ديك لي بات ديالنا بنينه. غادي نخلط هذيك لي بات وغادي نخليها كتسلق. حاولوا في السليق ديال لي بات ما تفوتوش ليها عافاكم واحد 9 ديال الدقائق، يعني حاولوا تخليوها شويه تبقى الدنتي او لا كروكو، لانها مازال غتكمل الطياب ديالها في الفران. غنخليو لي بات ديالنا كتسلق جانبا، وغندوزو دابا باش نوجدوا الصلصه ديالنا. بالنسبه للصلصه ديالنا، هنا عندي شويه ديال الصدر ديال الدجاج، يعني ما كاملاش حتى 100 غرام، يعني راه غير شويه ديال الصدر ديال الدجاج. غادي نقطعوه على شكل مربعات على هذا الشكل. بغيتو تطحنوه بغيتو تخليوه على شكل كفته، داكشي كيبقى على حساب الرغبه ديالكم. هنا عندي ايضا شويه ديال السوسيس كانت ليا من واحد الحشوه، تقريبا واحد 5 ديال الشرائح ديال السوسيس، ما يعادل ديك 10 دراهم تقريبا، واللي حتى هما غادي نقطعوهم لطريفات صغار. بعد ما كملت غادي نجيب واحد المقله، غادي نوضعها فوق النار حتى تسخن مزيان. غنوضع فيها واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت. غادي نوضع الطريفات ديال الدجاج وداك السوسيس كما سبق ليا وقلت لكم، النار خاصها تكون عاليه في هذه المرحله. غندير معاهم شويه ديال الملحه، ما تكتروش وردوا البال حيت السوسيس ديالكم راه كيكون مالح. غنوضع شويه ديال الابزار، غنضيف 4 معالق صغيره السكينجبير، غنضيف شويه ديال الزعتر كيجي واعر، خصوصا الا كان عندكم داك الزعتر البلدي راه كيجي زوين بزاف. غنضيف شويه ديال التحميره فيمي، الا ما عندكمش يمكن لكم تعوضوا بالتحميره العاديه، ولكن ما تكتروش فيها بزاف، غير واحد شويه حيت كتحرق وكتعطي مذاق خايب. في الاول ما غاديش نحرك دوك القطع ديال اللحم، غادي نخليهم واحد شويه تقريبا ديك 2 ديال الدقائق حتى يبداو يديروا معايا واحد القشر خارجي باش ما يطلقش لنا الماء. من بعد غادي نبدا نحرك هذوك القطع ديال الدجاج وغادي نخليهم كيتحمروا. وجهدوا النار، الا طلقوا لكم الماء خليهم حتى يتشربوا. على العموم حنا بغينا غير هذيك الزويته اللي غادي يطيب فيها داك الدجاج، يعني فيها كتكون البنه. بعد ما تقلاو ليا دوك القطع مزيان غادي نزولهم، وفي نفس هذيك الزويته غادي نضيف عليها ريف صغير ديال الزبده. انا استعملت الزبده ديال الاكل، هي اللي كتكون بنينه. غنتسنى على ديك الزبده ديالي حتى تذوب، وغادي نضيف عليها بصله صغيره اللي خديتها وقطعتها رقيق بزاف. غنضيف 2 ضريسات ديال الثومه. غادي نبقى نشحر في ديك البصيله، خاصها تذوب ويذهب ليها اللون، يعني هذه حاجه ضروريه من داك البصيله تذوب، يعني ما خاصش البصيله تبقى لينا هكاك واقفه باش تطلق لينا داك الحلاوه ديالها، باش تجينا لاصوص ديالنا مخلطه ما بين المذاق ديال الحلو والمالح. غتبان لكم بحالها محروقه، ولكن هي لا، راه ما محروقاش، راها تعسلات. انا عمدا خليتها بحال هكا حمرتها مزيان، اولا بمعنى اصح بحال كتقولوا هذيك البصله قليتها في هذاك الخليط ديال الزيت والزبده. ولكن النار ردوا البال، النار خاصها تكون مهيله باش ما تحرقش لكم عاوتاني. كيولي هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نضيف عليها واحد معلقه كبيره ديال الفورص، وغادي نبدا نخلط هاد العناصر مزيان. غنبقى نديهم ونجيبهم حتى يتحمر ليا داك الدقيق، حتى يتحمر ليا داك الدقيق. بعد ما تحمر دابا غادي نبدا نضيف عليه الحليب بارد مع التحريك يكون باستمرار دون توقف. غتبان لكم راه بدات كتعقد، وبداو تزيدوا نتوما. غتبان لكم بدات كتعقد وانتم في ديك المرحله بداو تزيدوا الحليب. انا درت تقريبا واحد 4 الكيسان ديال الحليب اللي ضفتهم على مراحل مختلفه، يعني كل ما كنبدا نضيف شويه الحليب كتبان ليا بدات كتعقد، وكنبدا نزيد شويه الحليب حتى حصلت على ديك الختوريه اللي بقات. لان بالنسبه للختوريه كتبقى على حسب النوعيه ديال لي بات اللي استعملتو وكميه لي بات اللي استعملتو. الا درتو بزاف ديال لي بات طبيعه الحال غتكثروا من الصلصه، درتو كميه لي بات قليله يعني راه غتنقصوا، غديروا غير نص معلقه ديال الفورص، وغديروا تقريبا غير واحد 2 الكيسان ديال الحليب. ولكن على العموم حاولوا تكثروا شويه، حيت لي بات كيبغيو شويه لاصوص باش يجيوكم شويه معلكين وما يجيوكمش ناشفين. راه كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه بزاف وكتجي عاقده وخاتره بزاف. بقاو تحركوها باش ما يتشكلوش معكم دوك الكريات
ديال الدقيق، بقاو تحركوها. الا جاتكم المعلقه معذبه شويه حاولوا تستعملوا داك الخلاط اليدوي باش ما يتشكلوش معكم دوك الكريات، خليوها حتى تعقد وتحصلوا على داك الختوريه اللي بغيتو. حاولوا تصحوا المذاق كيف ما درت انا دابا ملي اختارت ليا راني دقت ولقيتها بلي ناقصه شويه الملحه وناقصه شويه ديال الابزار، زدتهم ليها وزدت لها ايضا شويه ديال الزعتر حتى هو كيبننها بزاف. دابا غادي نضيف على دوك القطع ديال الدجاج والصوصيص اللي سبق ليا وشحرت. اللي بغى يضيف في هذه المرحله شويه ديال الجبن مبشور، خصوصا الا دار الاضام غيكون احسن. اللي ما عندوش كاع الاضام يدير جبن مثلث، جبن الخاص بالساندويتش. بالنسبه لي انا الصراحه وبكل صدق انا نسيت ما ضفتش الجبن، انا عندي ولكن نسيت ما ضفتوش، دونك اكتفيت بها بحال هكا وحتى هكا جات بنينه. صافي بعد ما عقدت ليا دابا غنطفي عليها النار وغنخليها جانبا. غنرجع لدوك لي بات اللي تسلقوا اللي بعد ما طابوا. انا خديتهم غسلتهم صفيتهم مزيان وغسلتهم بالماء البارد باش نوقف لهم الطياب، وضعتهم في واحد المول اللي سبق ليا ودهنته مزيان بالزبده. غنخوي عليهم دابا ديك الصلصه ديال لي بات، وغير شوفوا معايا دابا البنات شحال كتجي معلكه وكتجي بنينه، على الرغم من ان المكونات ديالها بساط بزاف. غادي نحاول نخلط هذوك لي بات ديالي مزيان وندخل فيهم هذيك لاصوص باش يجيونا معلكين ويجيونا زوينين. بعد ما كملت غادي نسرحهم ونقادهم على المول ديالي وغادي نختم شويه ديال الجبن. انا استعملت جبن الموتزاريلا هو اللي عندي في الدار الصراحه. الا كان عندكم مزيج ما بين الادام او موتزاريلا او لا غودا، كل ما استعملتوا نوعيه الفرماج زوينه كل ما غتعطيكم واحد التعليكه احسن واحسن. واللي ما عندوش يكتفي غير بهذا الشيء اللي درنا حتى هي بهم كتجي خطيره. دابا غادي ندخلها للفران، راه كلشي فيها طيب تقريبا، خاصنا غير داك الجبن اللي درنا في الفوق يذوب ودوك العناصر ينسجموا مع بعضياتهم وكتقدم راه كتجي بنينه بزاف. وكيكون هذا هو الشكل ديالها خطيره الصراحه. بغيتكم تجربوها بهذه الطريقه غديوه الصيفيه ديال هذا الوقت ساهله بلا عاده. في مقله وحده غتوجدي كلشي اقل من 30 دقيقه كتكون الغديوه ديالك ولا عشيوتك موجوده. كوني اكيده انك الا جربتيها غتولي معتمده عندك وعلى الضمانه ديالي. وتا لهنا كيكون لا فيديو ديال هذا النهار وصل للنهايه ديالو. كنتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم ورقات لمستواكم. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه الناس اللي وصلوا معايا لهاد اللقطه هذه. ما تنسوش تخليوا لي واحد اللايك فضلا وليس امرا. كنشكركم كاملين الناس القدامى والناس اللي انضموا جداد للقناه. مرحبا بكم في قناه ديالي مطبخ حياه الرداد. كيف ما سبق لي وقلت لكم قناه الوصفات السهله والسريعه ان شاء الله. ما غيكون غير خاطركم وما غتلقاو غير داكشي اللي بغيتو. تهلاو في راسكم ونشوفكم في غوسيات جديده ان شاء الله.